قال لي خلاص الراجل قدم تقرير رسمي عن الصفقات اللي هو طالبها، ده كولر اللي هو طالبها في شهر يناير الماضي. طالب 4 لاعبين، وانا بكلمكم الكلام ده طالبه بشكل رسمي، ده مش تكهن مننا يعني. طالب 4 لاعبين، طالب جناحين للطياره بتاعته، وطالب لعيب خط نص مدافع، وطالب ايه؟ سيرد باك. طالب سيرد باك، لعيب خط نص مدافع، وجناحين. الجناحين طالبهم اجانب، واحد فوق السن وواحد تحت السن. ولعيب نص الملعب المدافع الاهلي قاعد يفكر يجيب مين يجيب مين يجيب مين. هل يرجع كريم نيدفيد؟ هل يجي محمود حماده من فاركو؟ هل يجي مروان عطيه من الاتحاد السكندري؟ طال افريقيا، فقاعدين يشوفوا والراجل عمال يذاكر. على فكره هو شويه ميال برضه محمود حماده، لكن المشكله في ان فاركو القيد بتاعه متوقف خلال هذه الفتره. هل محمد رضا بوبو ينفع ياخدوه من فيوتشر؟ قاعدين يفكروا يقلبوها كده ويقلبوها كده. ليه؟ علشان خاطر اللي هيجي ده لو شارك في افريقيا زي فيوتشر، لعيبه فيوتشر نيدفيد او بوبو، مش هيلعبوا مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ولو جابوا من محمود حماده او مروان عطيه يقدر يلعب مع الاهلي في دوري ابطال. فين ان زياد طارق محتاج فرصه، هو الراجل بيقول لك يعني انا يعني هم، انا مش عايز عدد كبير في الملعب، ومش عايز هاري تاني في الموضوع ده، مش عايزين نتكلم تاني كتير في هذا الموضوع. وعلى فكره زياد ومحمد محمود وعمار حمدي الثلاثه جاي لهم عرض اعاره في يناير من نادي الاتحاد السكندري. سكان حسين الشحات، ياسر ابراهيم، محمد اسمه ايمن اشرف، كل اللي هم رامي ربيعه، الاربعه اللي عقودهم بتنتهي. حلو كده. كمان اللجنه اوصت واللي اتناقش فيه مع الكولر ان زياد طارق وجادي رضوان محتاجين ياخدوا فرصه مع الفريق، حتى لو انت عايز تعير محمد محمود، لكن هم شايفوا الاهلي بيفكر انه يعمل القصه دي ويدخل فيها مروان حمدي، اسمه مروان عطيه، لعيب خط النص المدافع. ويعني الكلام بالاتحاد السكندري ادى كلمه للزمالك في مروان عطيه، وطلع الحاج محمد مصلحي قال كده زي ما قلت لكم قبل كده. لكن هو بيقول لك انه ربما الزمالك يتراجع عن الفكره في ظل الصفقات اللي جابها كتير في هذا المكان. يعني هو جابوا عمرو السيسي الزمالك، جاب نبيل عماد دونجا، جاب زكريا الوردي، عنده امام عاشور، عنده اشرف رؤى، كل دي لعيبه جت مالت هذا المكان. خط نص ربما يبقى مش محتاج بقى مروان عطيه، ربما. فالاهلي بيفكر انه يجيب محمد محمود وزياد طارق وعمار حمدي كاعاره، ويشتغل على فكره انه ياخد مروان عطيه. فيريرا عايز مدافع، تمام، لكن هو عنده محمد عبد السلام المدافع، لو تفتكروا اللي كان صاعد من سنتين ثلاثه وراح اعارات في اسكندريه وبتاع في الاتحاد والكلام ده، اتحط على قائمه الانتظار، بياخد مرتبه فقط في الانتقالات اللي فاتت، مش في يعني على قائمه الانتظار. فيريرا رافض قيده في شهر يناير المقبل، وهو معجب جدا بسردباك. في كلام ان ممكن يرجع محمود شبانه من الاعاره، لكن هو طرح تاني. هو عايز، شايف ان اسامه جلال المدافع بتاع بيراميدز هيبقى لعيب كبير جدا. ده فيريرا الحقيقه يعني، وده يخليك تقول ان الاهلي والزمالك ممكن يخشوا معمعه كبيره جدا في اسامه جلال، لانه الاهلي عايز اسامه جلال وابراهيم عادل. لما بنقول الاهلي عايز 4 لعيبه بينهم 2 محليين، مدافع ممكن يبقى اسامه جلال. الاهلي عايز سردباك عنده كوره، اسامه جلال عنده دي. لعيب خط نص ممكن يبقى ابراهيم عادل، بيلعب في خط النص زي قفشه كده، ممكن يلعب خط نص مدافع، ممكن يلعب بالجناح، ممكن يلعب بلاي ميكر، يعني بيلعب في اكتر مكان من الحته دي. يعني ممكن تبقى دول صفقتين الاهلي متارجت عينيه عليهم، ومخلي الناس كلها تروح الناحيه الثانيه تقول بوبو، وتقول لي هيرجع كريم نيدفيد، تقول مروان عطيه، وكتك هو شغال ايه ناحيه بيراميدز. ما عنديش معلومه كامله في القصه دي، انما الزمالك هل هيحضر 5000؟ يبقى حاضر 1584. انا بعتقد ان هي مش هتكتمل، ده العادي لانها جمعيه عموميه عاديه، وبالتالي يفوض مجلس الاداره في كل القرارات اللي اتخذها وتعتمد من الجمعيه العموميه، ومنهم القرار الخاص بشطب الكاتب الصحفي ابراهيم عيسى والكابتن هناء حمزه نائب رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره. وبالاخر يبدا سريان قرار شطبهم رسميا بعد الساعة 7 النهاردة. أول ما الساعة تدق 7 وتتقفل إجراءات الجمعية العمومية، بيشيد جدا فيريرا بأسامة جلال، وممكن إدارة الزمالك تكون بدأت تدخل في سؤال ومفاوضات مع بيراميدز على أسامة جلال. كمان النهارده على فكرة اليوم الثاني أقل
طبعا 5000 اقل. عموميه اصبح الاثنين مشطوبين من عضويه النادي الاهلي، اول ما يجي يخش النادي ممنوع، خلاص اتشطبوا. عشان بس ايه الناس تبقى فاهمه. على حظ بقى القصه دي، بمناسبه الكلام على الكابتن هناء حمزه، امبارح مركز التسويه اعلن رسميا الغاء منصب رئيس الاتحاد المصري للكره الطايره اللي هو ياسر قمر. عارفين الحدوته بتاعت هناء حمزه وبنتها والزمالك والاهلي اللي هي مريم مصطفى، وكمان الحدوته بتاعت البنت اللي هي كانت في الزمالك دعاء اللي راحت الاهلي، وفيلم عشنا فيه يعني بص فتره كبيره جدا. القصه الكبيره دي امبارح مركز التسويه اعتمد، كان في حكم قبل كده بحل مجلس اداره اتحاد الكره الطايره في شهر يونيو، والاتحاد من حقه خلال 90 يوم يستأنف، واستأنف بالفعل في القضيه اللي اترفعت ضده. امبارح بالفعل الاتحاد المصري بيتلقى قرار مركز التسويه عدم قانونيه المركز رئيس الاتحاد، او اعاده البطلان انتخابات اتحاد الطايره على مقعد الرئيس. والحقيقه خلاص اصبح رسميا هذا، واحنا قاعدين ايه على القهوه نقول. لكن هو ياسر قمر الحقيقه ماليش علاقه برضو بالملف بتاع مريم مصطفى بنت هناء حمزه او البنت دعاء او كل الكلام ده، ماليش علاقه بالكلام ده. لكن هو عمل حاجه الحقيقه من اغرب بيعمل اغرب القرارات اللي ممكن تشوفها في التاريخ. اول حاجه جه فجاه غير شكل العقود بتاعت اللعيبه كلها في الدوري المصري وهي ساريه. يعني انا النهارده عشان اجدد العقد بتاع اللعيب قال لك العقد ده مش القديم، الشكل القديم مش، يعني انا المفترض اقول ايه، لما تيجي تجدد لازم تجدد بالشكل الجديد للعقد مثلا. فانا مرتبط 3 سنين لعيب، باقي لي سنه باقي لي سنتين، لما اجدد بالشكل. لا ده هو اكبر الانديه على التجديد بالعقود الجديده، فاصبح اللاعب متحكم في النادي. يقول لك لا انا مش همضي بقى على الجديد. حاجه غريبه جدا، كان قرار عجيب. القرار الاعجب ان هو حاطط نصوص لبنود في العقود اللي بتربط اللاعبين بالانديه بتاعتها، نصوص الزاميه جوه العقد، ومش عقد فاضي، في نصوص الزاميه. ماشي، من النصوص دي ان من حق اللعيب انه يفسخ العقد بتاعه دون الرجوع للنادي بسداد نسبه معرفش كام في الميه من الراتب السنوي اللي بياخده. يعني هنفترض لعيب كره الطايره بياخد 500,000 جنيه في السنه، يسدد مثلا 60%، يروح يدفع 200,000 جنيه للنادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي ويمشي كده فسخ عقده. طب في كده يعني هل ممكن نكون منتخب مصر ولاعيبه ويبقى في اجراءات بقى يعني يجي اي نادي من الناديين الكبار او الانديه اللي بتنافس يروح يغري اي لعيب هنا او اي لعيب هنا او اي لعيب هنا قيمته كبيره ونجم منتخب مصر مثلا وتقول له تعالى افسخ عقدك وانا هدفع لك ال 60 70% من قيمه اجرك السنوي او راتبك السنوي اللي هو كام يعني